السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ هنعمل حاجة تعجبكم ان شاء الله. انا عندي قشطة بتاعت وش اللبن بشيلها وبحطها في الفريزر، وعندي وش اللبن لما بيروب بعمله جبنة قريش. انا شايلة دول، وطبعا شايلة قبل كده وعاملة سمنة، بس انا حبيت ان انا اعمل الفيديو معاكم. انا هحول دلوقتي القشطة دي كلها لقالب زبده، زي اللي زبده فلاحي، هحولها لقالب وبعدين هسيحها تبقى سمنه بلدي. هنعمل طبعا هي مجمده جدا، بس انا فكها من الصبح، الدنيا شتاء، خدت وقت. هعمل ايه؟ هجيب بوله استانلس وهفضي فيها الكلام ده كله. عندك بقى عجان، عندك بالايد او بالمضرب الكهربائي زي ما انا هشتغل دلوقتي. انا عشان الموضوع يعني مش كميه كبيره، مش هشتغل بالعجان. انا بحافظ على العجان قوي يا جماعه. كلنا عارفين ان الحاجات دلوقتي بقت سعرها مرتفع، فيعني انا بستعمله لما بيكون مثلا ايه، عجنه كبيره كده، حاجه تستاهل يعني. بعدين في بديل، في المضرب ما شاء الله، وفي ايدينا في المضرب اليدوي، لكن خلاط لا. ان شاء الله هتعجبكم قوي، هيعجبكم قوي الفيديو ده لما نحول القشطه اللي بنجيبها ونشيلها من وش اللبن ونحوشها لسمنه بلدي اللي سعرها دلوقتي مش قادره اقول. هحضر المضرب الكهرباء، طبعا هي ليها 3 مراحل الزبده الفلاحي. هوريكم اول مرحله. بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اضرب. وعلي. طبعا الدنيا برد، لازم تكون ساقعه. هضرب واوريكي المره الاولانيه بيبقى شكلها ايه وارجع لك. ادي اول حاجه بتبقى عامله زي الكريم شانتيه اهو، شايفه عامله ازاي كده، عامله زي الايس كريم والكريم شانتيه. في مرحله ثانيه بشكلها بيتغير برضه، بتخرز كده. واخر مرحله بتنطر ميتها علشان خلاص اتحولت لزبده. انا قصدي بيبقى المنظر ده. عايزه اوريكي المراحل عشان لو فكرتي تعملي كريمه خالص. هرجع لك تاني واوريكي المرحله التانيه. ده التحويل التاني اللي قلت لك عليه، بدات تخرز اهي. يعني اول مرحله تبقى زي الكريم شانتيه، وكده بدات تدخل معايا وتتقل حتى على المضرب. ثالث مرحله بقى اللي هتنطر فيها ميتها، هضرب فيها واوريها لك، بس انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دي اخر مرحله. بصي الشكل بقى عامل ازاي، شفت كده اتحولت لزبده. انا هعمل ايه؟ بسم الله. هجيب كده، نعمل قوالب الزبده مع بعض وهنسيحها تبقى سمنه. بسم الله. بس لازم اسيبها في التلاجة شويه بعد ما احولها الى كروات صغيره كده، زي قوالب الزبده اللي بنشتريها، واعصر فيها كده. هجيب طبق واعصر فيها كده، انزل ايه بواقي الميه اللي فيها اهو. هي بتنزل ميتها معايا، الميه دي ما تترميش، هشيلها عشان هنعمل مع بعض قرص فلاحي بالزبده دي، نسحر بيها في رمضان. هجيب طبق احطها فيها،
انا حبيت اوريكي الفكره سهله جدا. لو عندك بتجيبي لبن جاموسي تغليه، تشيلي وش اللبن، تجمعيه في علبه في الفريزر. بعد ما يتجمع شويه كبيره حلوين كده، تروحي عاملاه بالطريقه دي. هخلص الباقي وارجع لك تاني. يا جماعه انا حولت القشطه اللي ضربتها 3 مراحل لقوالب سمنه، قوالب زبده. ممكن احطها في التلاجة شويه وبعد كده اخرجها اسيحها. وانا عندي طبعا زبده تاني حطها في الفريزر، هسيح كله مع بعض واوريكم النتيجه. السمنه شكلها عامل ازاي اهو. القالب سمنه بلدي خالص زي الزبده اللي بتشتريها من بره، من وش اللبن، حاجه ما عليهاش اي اضافات، طبيعي في طبيعي. السمنه البلدي تحفه وريحتها. هسيحها واوريها لكم، استنوني كده. يا جماعه انا سيحت السمنه اللي هي كانت قشطه عندي، طلعوا الحبه دول سمنه بلدي اهي. طبعا انا استنيت لما بردت عشان اقدر اصبها في البرطمان، وطلعت معايا مرته حلوه جدا. المرته دي احنا بناكلها، بنعملها سندوتشات، بناكلها مع الفطار. انا حبيت ان يبقى لونها ذهبي جميله. طبعا انا هحط سمنه تانية على من اللي عندي على البرطمان. تقدري، عايزه اقول لك على فكره، تقدري طول السنه السمنه البلدي ما تخلصش من عندك. ازاي؟ انت بتجيبي لبن على طول، اللبن البلدي بتغليه، بيعمل وش، بتشيلي الوش في الفريزر زي ما انا بعمل كده. تجمعي كل ما تجمعي شويه اهو بالشكل ده. انا جمعت علبه وشويه كده كمان. عملت السمنه دي سمنه بلدي، سعرها طبعا كلنا عارفين انها غاليه. كل ما تعملي شويه وتحطي على البرطمانات مش هتقطعيها طول السنه، مش هتخلص، لانك ما بتاخديهاش كلها، بتاخدي يعني بالمقدار. عملنا السمنه البلدي من القشطه اللي احنا بنحوشها في البيت من اللبن اللي بنجيبه. عملنا مرتة كمان اهو. حبيت اقول لك الفكره وازاي طول السنه يبقى عندك سمنه بلدي من اللبن بس. حاجه بسيطه جدا، وتجيبيها تضربيها زي ما انا وريتك وتطلع سمنه بلدي في الاخر. يا رب الفيديو يعجبك والفكره كمان تعجبك. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، حاجه نافعه لينا كلنا. دمتم بخير.